السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع الأصدقاء والأحباب، مرحبا بجميع اللي متبع قناة مع نعمة. اليوم الأصدقاء درت كوموند عند واحد السيدة الله يعمرها دار، درت عندها الرفيسة تبارك الله طلعت غزالة وثمن جد جد مناسب. بصراحة عجباتني وقلت ماشي كإشهار ولكن نعرف هاد السيدة اللي بغاها ومرحبا. نتمنى اللي ساكن في مدينة آسفي وباغا من عندها رفيسة أو مسمن أو مخمار كل شي تتبيعو هاد السيدة وثمن مناسب وخدمة نقية. بصراحة الثمن ديال هاد القصعة فيها 3 كيلو ديال الدقيق ممتاز وجوج طيور ديال الدجاج تبارك الله وازنين وعارفين كل شي راه تزاد هاد الأيام، لا بالنسبة للزيت لا بالنسبة للطحين والزبق ها هو تيبان ليكم، يعني كل شيء من عندها، لا اللوز لا القرقاع لا التمر لا البيض. يعني انايا ما جبت والو من عندي ب500 درهم. بالنسبه اللي تيبغي الرفيسه هاد الثمن بالنسبه للرفيسه، بالنسبه اللي تيبغي غير المسمن ديالها مقطع ومصيب عليه حقه وطريقه وخدمه متقونه تبارك الله عليها الله يعطيها الصحه، قالت لي ب800 ريال. مهم هذا ثمن تاع الرفيسه اللي مقطعه، تيبغيها بنادم مقطعه سواء بالمقص او باليد الطريقه التقليديه 40 درهم. المهم هذا الثمن ديالها ولكن ماشي عبار ديال الميزان، عبار ديال الطحين. نتمنى تعجبكم الرفيسه ويعجبكم الثمن ديالها ونتعاونوا جميع. انا الصراحه عجبتني الخدمه ديالها واول مره عندي الكوموند ديال الرفيسه معرفه تنصوبها بوحدي، لكن جات ظروف واضطريت ندير لها الكوموند وفي الصراحه ما ندمنيش. الله تبارك الله صابتها ليا تحمل الوجه وعجبات الضياف اللي كانوا عندي وتبارك الله غزاله. نتمنى تواصلوا معاها وتعم الفائده على الجميع. نتمنى يعجبوكم. الخدمه انت تخدم ان شاء الله، لا بالنسبه للمسمن لا حلوى لا اي حاجه تبارك الله عندها. نتمنى تعجبكم، نتمنى التوفيق للجميع يا ربي، والله يرزق دعوي لاي واحد، والله يرزق عوينته لهاد السيده. هذا هو لقمه الخبز ديالها تيجيبو من هاد الكوموند انت دير الناس. نتمنى نتعاونوا كاملين، واللي باغي شي حاجه مرحبا. انا نحط لكم النيميرو ديالها واللي بغى شي حاجه يتواصل معها. بالنسبه لي ساكن في مدينه اسفي اللي يكون قريب، وهذا الشيء اللي كاين الصراحه والله الا تتنفع. تجي شي عراض عليك فلا هكا تلقاوش الوقت. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، والله يوفق الجميع، الله يرزق الصحه وطول العمر لجميع الاصدقاء والاحباب. ونتمنى تلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.